السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي نقولوا العيد نقولوا حلوياتنا التقليدية، وانا اليوم جيتكم بسلطان المائدة الجزائرية، مقروط المقلى مرمل ومعسل بالوصفة الأصلية بالسميد فقط، بلا فرينة ولا بياض بيض. راح نتعرف على جميع أسرار نجاحه خطوة بخطوة، من العجينة حتى للتعسل. نقول لكم تبعوا الفيديو حتى الأخير باسكو كل مرحلة فيها سر من أسراره. قبل ما نبداو ما تنساوش البنات ديروا لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو. نبداو بسم الله. نحتاج 3 كيلو تاع سميد يكونوا مقبين يعني معمرين بومبي. السميد يكون متوسط ومن الأحسن يكون من النوعية الجيدة. نزيد الملح. الملح ديروا عينكم هي ميزانكم. وعندي سمن الوليمة اللي يعطينا طعم مميز في المقروط. نذوب عبر كيلة. نفس الكيلة اللي عبرنا بها سميد نعبروا بها ليدام. نذوبوا. ندير كيلة ناقصها أسبوع تاع سمن ونكملوها بالزيت. نعاود لكم باش تفهموا خاصة المبتدئات. درنا 3 كيلة تاع سميد يكونوا بومبي، لازم يكونوا معمرين مليح. كي نديروا الكيلة تاع ليدام نديروها ممسوحة، نديروها ناقصها أسبوع سمن والباقي نفيضوه بالزيت. ونبسس المقروط. هذه المرحلة نديروها لافاي يعني نهار من قبل، وإذا ما كانش عندكم الوقت تقدروا ديروها على الأقل 6 ساعات قبل ما تبداو تخدموا فيه. ونبسوه مليح بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. نحكوا بين يديا حتى يتشرب كامل هذه الكمية تاع ليدام. وهذا أول سر من أسرار نجاحه. نغطيه ونخليه يبات حتى لليوم الموالي. والغدوة من ذاك نوجدوا الحشوة. عندي 3 كيلة تاع كاوكاو محمص ومطحون، يكون مطحون رقيق نوعا ما. نزيد كيلة ناقصة أسبوع تاع السكر وشوية قرفة. ديروا كاوكاو ولا لوز، وإذا درتوا اللوز ما ديرولوش القرفة. واللم بالمزهر حتى نتحصل على حشو يكون طري. ما لازمش يكون طري بزاف يعني لدرجه انه يتلاصق ومحلول كامل ولا يكون يتفتت. لازم يكون حاكم روحه باسكو اذا كان مشمخ بزاف من بعد راح يحل لكم الحبه تاع المقروط ويخرج كامل، واذا كان كذلك ناشف راح يجيكم يابس من الداخل. نشكلوه كريات على وزن 15 غرام. وباش تتاكدوا مليح اذا الحشو تاعكم ما راهش خاصو مزهر، باليد الثانيه ماشي اللي تكونوا تخدموا بها، باليد الزوجه شكلوا كريه وشوفوها اذا راهي طريه ولا راهي تتلاصق ولا راه خاصها، باسكو اليد اللي تكونوا تخدموا بها هي اصلا تكون مشمخه ويكون فيها السكر ما تقدروش تعرفوا القوام. من بعد نعاودوا نرجعوا للسميد نحلوه كامل. ما تخليوهش هكذاك كوتل. شوفوا البنات كي تحكموا هكا وتوجوه تلقاوه باللي راه ثقيل يعني خلاص راه تشرب مليح الكميه تاع ليدام. انا نقسم هذه الكميه على 2 ما نشمخهاش كامل، نبداو نشمخوه غير بشويه. وعندي كيله تاع ماء ومزهر يعني نص ماء ونص مزهر. دائما نعبروا بنفس الكيله اللي خدمنا بها في الاول. قلت لكم ما تشمخوش كامل ضربه واحده، شمخوه غير بشويه باسكو اذا شمختوه كامل وشكلتوه في نفس الوقت وبديتوا طيبوه غير بالعقل راح ينشف لكم وينحل لكم كامل في المقله. كما راكم تشوفوا البنات راني ندير في الماء والمزهر غير بالعقل ونفتل بالاطراف تاع الاصابع حتى الحبات تاع السميد يتشمخوا ويتشربوا الماء. ونزيد البنات نوضح لكم واحد النقطه بالنسبه للكيله تاع الماء والمزهر. تشمخوا بها كامل الكميه تاع السميد اللي خدمتوها، ماشي نص الكيله اللي رانا نخدموا فيها هنا فقط. فهمتوني؟ وحاجه واحده اخرى تقدروا ثاني الكيله تدوا شويه فوقها تزيدوا اكثر منها اذا كان السميد تاعكم من النوعيه اللي يتشرب بزاف. نتحصل على العجينه تكون بهذا القوام. ونروحوا لطريقه التشكيل. هذا هو الطابع ولا المول اللي خدمت به. ونبداو نشكلوا. ندي 40 غرام تاع العجينه، نحلها في كف اليد وندلها الحشو وغلقوها مليح كامل. هذوك التشققات غلقوهم ما تخلوش الحشو تاعكم باين. نديرها بهذا الشكل داخل الطابع.
ونمشيها كامل حتى الاطراف. لازم العجينه تمشي كامل داخل المول باش الشكل تاعو يجينا شباب. ونضغطوا شويه، ما ديمولوهش هنا، يعني نضغطوا شويه باش يستوي الوجه تاعو ونحوه. نعاود لكم حبه واحده اخرى. نوزن العجينه 40 غرام. نحلها وندير داخلها الكريه تاع الحشو، نغلقوها مليح. ونديرها داخل المول. نمشيها كامل حتى مع الطرف. من بعد نقلب المول، نضغط شويه باش يستوي السطح كما راكم تشوفوا، ونديمو ليها هكا. ونروحوا الان للطريقه تاع الطياب. الزيت راهي تسخن، نديروا تجربه، ندو كميه تاع العجين ونقيسوها لداخل. اذا شفتوها هكذا بدات تغلي تشكل فقاعات وطلعت، يعني الزيت تاعنا خلاص راهي سخنت. نحوها ونبداو نقلو. النار تكون متوسطه. ونزيد الحبه الاخيره نخلوه يطيب. من بعد نقلبوه نشوفوه اذا نحل ولا حمار ولا لا كما راكم تشوفوا امامكم. ولا حبه نحلت لي، نزيد نخليه يحمر شويه ونحيه. ومباشره في العسل. هنا العسل اللي نشروه من المحلات، ما تزيدوا له والو، بالك تزيدوا له المزهر، يعني خدموا به مباشره من المقله للعسل. تبعوا فقط البنات الوصفه كما راكم تشوفوا، يعني درت كلش امامكم والنتيجه كيفاش كانت. نخلوه داخل العسل، ما تنحوش بالخف، خلوه حتى يتعسل مليح. والوقت اللي تكون المقله الزوجه قريب الطيب، يعني تشوفوها بدات تحمر، نحوه ديروه في الكسكاس يقطر باش ديروا المقله الثانيه. قلت لكم فقط تقيدوا بالمقادير، تبعوا الخطوات والنتيجه يعني راح تكون من اول تجربه باذن الله ناجحه. انا نكمل مع العجينه اللي بقات لي، نشكلها كامل، نقليه، نعسلو. من بعد نروحوا للمرحله الثانيه من التعسال. كما شفتوا البنات في الاول عسلناه مباشره، بعد اللي طاب مباشره درناه في العسل. اما التعسيله الثانيه تكون نهار التقديم. عاودوا سخنوا العسل وعسلوه، باسكو هنايا المقرط تاعكم يكون برد، العسل لازم يكون سخون وماشي غالي، يعني تسخنوه شويه فقط وديروا المقرط تاعكم يتعسل. من بعد زينوه بحبيبات لوز هكذا في الوسط، ديروهم في هذاك الفراغ. نقسم لكم الحبه باش تشوفوه كيفاش خرج، يعني الصوره راهي امامكم تتحدث. الحبه راهي تنقسم وحدها، جا ما شاء الله يذوب في الفم. وثاني ما جاش كامل معجن، جا يتفتت ومرمل. وكي تقسموا الحبه ما تلقاوهاش داخل غير العجين، يعني الحشو مع العجين جاو متوازنين. وهذه الكميه قطعت لي 33 حبه، يعني كيلو سميد يخرج لكم 33 حبه بالمقدار والمول اللي درناه. وصلنا للأخير. نتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفة تاع اليوم، ونلتقي بإذن الله في وصفة أخرى من حلويات العيد. والسلام عليكم.